الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصير هو عمه أبو طالب ومات، وكانت له نصيرة هي زوج خديجة وماتت في نفس العام، وخرج من مكة إلى الطائف فكذبوه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وعاد صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى مكان يسمى قرن الثعالب بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال نصرة وتأييدا له، وسلم عليه جبريل وقال: هذا ملك الجبال قد بعثه الله لك، فمره بما شئت، إن أردت انتقاما من أهل مكة أو أردت انتقاما من أهل الطائف. لكنه صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب انتقام، لكنه صلى الله عليه وسلم فطر على الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى إن رحمته صلى الله عليه وسلم تجاوزت المؤمنين فرحم الكافرين، وقال: لا لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يؤمن بهذا الدين، رحمة بمن في الأصلاب لعلهم أن يكونوا مؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، إنه نبي الرحمة، ويصل إلى مكة والقدمان تدميان بها جراحات. وقبل وصوله إلى مكة بعث الله إليه أمة من خلقه إنهم الجن، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذا كان الإنس أبوا أن يستمعوا القرآن، فإن الله يبعث نفرا من الجن يستمعون القرآن، والنبي لا يعلم أن الجن قد اجتمعت لتستمع إلى القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وما هي إلا ليال معدودة، والنبي يصلي في الحرم وينطلق إلى بيت أم هاني. قد ماتت زوجته خديجة ولما يتزوج بعد، عزب نائم في بيت أم هاني بنت عبد المطلب عمته، أو نائما في الحجر. ويأتي جبريل عليه الصلاة والسلام بمركبة فضائية اسمه البراق، لا يركبه إلا الأنبياء، أكبر من البغل ودون الفرس، يضع حافره حيث ينتهي بصره، ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم. وهل شرح صدره تلك الليلة أم لا؟ خلاف. ورد حديث أنه شق صدره ليلة الإسراء وغسل بماء زمزم وملئ حكمة ثم ركب البراق.
وانطلق به البراق ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول الله جل جلاله في القرآن في سورة كاملة اسمها سورة الإسراء، لأنها افتتحت بالحدث العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انطلق البراق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه حتى وصل إلى المسجد الأقصى، وربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق بالجدار الذي يطلق عليه الآن جدار البراق، ويقول له اليهود جدار المبكى. هناك ربط البراق، وهناك وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قد جمعوا له ليصدقوه، ليؤمنوا به، ليؤمهم، ليصلي بهم، ليتقدم عليهم، فعرف منهم من عرف ووصف منهم من وصف. رأى إبراهيم عليه السلام فقال: رأيت إبراهيم فما رأيت أحدا أشبه به من صاحبكم، يعني نفسه. فإبراهيم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم في خلقه. ورأيت موسى فإذا به رجل أسمر كأنه من رجال شنوءة، أزد شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم فشبهه برجل من الأنصار. وهكذا رأى الأنبياء وصلى بالأنبياء، وبعد الصلاة تقدم له جبريل عليه الصلاة والسلام بإناءين، أحدهما ملئ خمرا والآخر ملئ لبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخيار: اشرب. فاختار اللبن وشرب منه، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة وهديت أمتك، ولو أخذت الخمر لفتنت وفتنت أمتك. فأخذ اللبن فهدي وهديت أمته. وجاءت الرحلة الثانية إلى السماوات العلى، إنها المعراج. وذكر الله الإسراء في سورة الإسراء، وذكر المعراج في سورة النجم، لأن الذي عرج به نجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا. نعم، رأى من آيات ربه الكبرى في الأرض، ورأى من آيات ربه الكبرى في السماء، ورأى من آيات ربه الكبرى فوق السماء.